السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا. انا عايزه اكمل سلسله الاعمال اليدويه النهارده في الفيديو بتاعنا. فانا جايبه لكم النهارده عايزين نعمل مفرش للسفره، سوري، للنيش يعني. من قماش الاورجانزا، التل القطن. انا بجيب المتر التل القطن، بجيبه المتر تقريبا ب10 جنيه. انا جبته من اسكندريه من هنا وانا موجوده، ما جبتوش من مصر الصراحه. رحت زنقه الستات ولقيت بصراحه هناك حاجات جميله جدا، الحاجات المشغولات اليدويه وكده. وان شاء الله يعني مره في مره اللي هقدر اقدمه لكم وانا هنا وعرفت اجيبه هنتعلمه مع بعض. في بنات طلبت مني انها عايزه تتعلم الحاجات اللي انا عرضتها من هواياتي، من الاشغال اليدويه. فان شاء الله برضو هوريكم الايتامين والكنفه، وفي سالوني الفرق بين الايتامين والكنفه ايه وعايزين سلسله لتعليمهم. فان شاء الله هنستمر في السلسله دي، يعني على قد ما اقدر احاول ان انا كل اسبوع يكون في حصه، يعني تقدروا ان انتوا تتعلموا منها على قد معرفتي يعني. ايه اللي انا بعمله في الاشغال اليدويه بالنسبه للحاجات دي. انا جبت متر الطول وخدت منه مقاس، يعني المفروض بعد ما يتخيط يبقى 30 في 30 عشان اعمله للنيش. هو سهل جدا ان احنا نطرزه ونعمله وما بياخدش وقت، وتبقي عملتي حاجة من صنع ايديكي انتي، ومش هتكلفك كتير، وفي نفس الوقت سهلة جدا. وخصوصا القماش ده بيسهل. والرسمة هبقى اوريكم الرسمة هنعملها ازاي ونشتغل ازاي، بس الاول انا بعرفكم بالادوات ايه. واول ما نبتدي ان احنا نخيط المفرش ونبتدي نشتغل عليه، هجيب لكم الرسمة واوريكم ايه هنعملها ازاي. اول حاجه دلوقتي، انا لما اشتريت متر التل قسمته زي ما قلت لكم، وخدت منه ان انا عايزه مفرش بعد ما يتخيط 30 في 30. طب انا هقصه على طول 30 في 30؟ ما ينفعش، لازم ان انا اسيب مسافه للخياطه. فلو انا سبت مثلا مسافه للخياطه بين كل جنب من الجوانب الاربعه، فالمفروض ان انا هسيب مثلا 2 سنتي، لاني هتنيه مرتين، لان زي ما انتم شايفين القماش رقيق جدا. فلازم يتني مرتين، يعني هتنيه مرة كده واروح تانية كمان واحدة كده اهو، واخيط على المكنة عشان يبقى عندي الاطراف كمان متماسكة، اقدر ان انا هشتغل عليها، انزل منها مثلا شغل يدي منظر. لما احطه في النيش على شكل مثلا سمبوكسة كده مثلث، يديني منظر حلو. ف وانزل من جميع الاطراف على حسب الرسمه اللي انا عايزاها. عايزه اشتغل على الطرف بس، شغل خرز بس او ترتر بس، الرسمه اللي انا هحبها. فطبعا دلوقتي انا عندي الحاجات اللي هي الخياطه، هخيط زي ما قلنا هنسيب 2 سنتي من كل ناحيه. يعني لو نقول ان احنا عايزينه 30 في 30، فاحنا هنسيب مثلا هنقصه في حدود نقول 33 مثلا، من كل يعني 33 في 33 عشان اقدر ان انا اسيب، او 34 خليها 34. نقدر ان انا عشان اتني تانيتين يبقى عندي البراح، ما يبقاش ان انا قصه بالظبط، خصوصا ان انتوا لسه هتبقوا في الاول بتتعلموه. بنجيب ايه بقى؟ احنا بنجيب اللي هو الترتر ده اسمه ترتر قشر سمك. بيدي ضي الوان، يعني هو لونه مثلا ذهبي بس بيدي ضي الوان تانية معاه، فبنسميه قشر سمك. وبنجيب الخرز ده، بيبقى تقريبا يعني متوافق معاه. انا مش عارفه انتوا شايفين في الكاميرا، ثواني اشوفها باينه ولا لا. بنجيبه يبقى متوافق اللون مع بعضه الى حد ما. انا حطيته هنا اهو في ده عشان اشتغل منه. وده انا كنت وريتها لكم قبل كده مشتريات المطبخ، لما اشتريت وريتكم ان ده بيتحط فيه قوالب للعصير، اجمدها في تلاجة، ليمون، برتقان، اي نوع عصير يتعمل قوالب، ويدوبك يتحط يعني في الكوبايات مع الميه، يكون مركز محطوط له سكر وكل حاجه، يعني فكره حلوه. بس انا قلت انا كنت جايبه منهم 4، فقلت استفيد وايه واعملهم كده يبقى قدامي للشغل، اقدر ان انا اشتغل منهم. وبجيب العقد ده، بشتريه، هو بيبقى بالعقد كده. يعني تقريبا كان سعره 4 جنيه. ده اسمه كريستال، عشان انا ما بجيبش اللي هو فيه بلاستيك، بيبقى خرز بلاستيك بس. طبعا ما بيبقاش حلو في الشغل، احنا عايزين حاجة قيمة زي الشغل الهندي كده.
واللي هو الخرج الخرز ده جبت الاتنين جرام ب10 جنيه لا سوري، ال10 جرام ب2 جنيه. جبت 25 جرام ب5 جنيه، ده كذلك نفس السعر برضه. فدي اول حاجة في اللي هي ايه الشغل بتاعنا. هبتدي بقى ان انا هوريكم ازاي مثلا ان احنا مازورة معانا، هنبتدي ان احنا نقيس. انا عندي القماش شايفيني كده. هبتدي اقيس زي ما قلت مثلا 34. طبعا انت يبقى عندك مزورة احسن من كده، بس انا المتوفر معايا هنا في المكان اللي انا فيه لغاية كده 34. هقص بقى كده اهو، يعني هتنيها بقى كده اهو، اتني كده اهو. هقيس زيه برضو من هنا نفس الحكاية 34. هيبقى كده. اروح جاية انا او اوسطنه كويس ان انا يبقوا الجناب على بعض، وابتدي ان انا هقص من هنا اهو، واقص الجنب ده. بعد ما قصيته انا هوريكم ايه الشكل هيبقى عامل ازاي. لو انتوا شايفين هنا بصوا انا تانياه على المكنه، معلش المكنه مش مساعداني انها كانت متسابه هنا مركونه، ما شغلتهاش بقى لي سنه. فهبتدي بقى ان انا هعمل ايه. انا قدامي اهو، نشوف لكم كده قريب. انا لو عندي مفروض كده اهو، القماش مفروض، فهبتدي ان انا ثانيه واحده اقرب لكم كمان اهو. زي ما انتوا شايفين القماش هو مفرد كده، باجي احطه تحت المكنه، بروح تانية تانيتين، تانية كده وبعدين تانية كده تاني، عشان اديله سمك عشان اقدر ايه ان انا اشتغل. ابتدي بقى ان انا اخيطه. لو محدش بيعرف يخيط يعملها على ايده. طبعا اكيد كل البنات عارفين يعني مثلا السراجة ايدي كانت بتتاخد في المدرسة. ما شدش القماش قوي عشان ايه ما خلوش مشدود ومنظر المفرش يطلع مني وحش كده اهو. وبعدين اجي الناحية التانية هكذا مقص، اوريكم من اوله ازاي اهو. انا هي مفروض هتني تانية كده، قرب شوية، تانية كده وبعدين اروح تانية كده كمان، على قد ما اقدر كده اوسطنها. اول مرة مش هيطلع منك حلو طبعا، بعد كده هيبقى ايه تعرفي تظبطي بايديكي، تظبطي يمكن اكتر كمان. تحاولي تختاري مثلا الخيط اللي هو بيبقى حرير، اللي هو بتاع شغل الخرز. انا هوريهولكوا في الفيديو ان شاء الله. وابتدي امشي. انتوا كنتوا شفتوا في مفرش الخيامية بس انا صورته بسرعة، انا بشرح لكم بالراحة اهو. لو الفيديو طول بقى معلش، الناس اللي طالبة انها تتعلم هي هتقعد تسمع عليه للاخر. اللي بيمل من الفيديوهات يطفيه بقى ايه وما يكملش عشان ما يزهقش مني. هكمل بقى الجنب اللي باقي هوريهولكوا بعد ما خلص اهو. بعد ما خيطته بقى داير ما يدور اهو كله. هنبتدي بقى الجزء التاني ان شاء الله، فيديو تاني لان مش هينفع الفيديو هيبقى طويل.
فجزء تاني هوريكم بقى ازاي هنجيب رسمة ونرسمها على ده، او ازاي هنحطها عليه ونبتدي نشتغل الشغل بقى بالخرز والترتر اللي قلتلكم عليه والعقد ده. فان شاء الله بقى في الجزء التاني هوريكم الباقي ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش بقى اللايك، واللي عجبته القناة وشاف الفيديو لأول مرة يدوس على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو اللي مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، وتعملوا لي لايك وشير بقى لو عجبكم الفيديو، عايزين حد يستفيد منه في أي مكان تاني. سلام عليكم وأشوفكم بخير.